المبيعات الإجمالي، إيراد المبيعات الإجمالي عند 10,000 وحدة كان بكام؟ كان ب 250,000 جنيه. طيب بعد كده تكاليف متغيرة إجمالية عند ال 10,000 وحدة كانت عاملة كام؟ 200,000 جنيه. حاجة اسمها هامش المساهمة الإجمالي. هامش المساهمة الإجمالي طلع بكام؟ طلع ب 50,000 جنيه. جه منين ال 50,000 جنيه دول؟ طرحنا إيراد المبيعات ناقص التكاليف المتغيرة. يبقى تعالى كده نروح ونكتب قانون لهامش المساهمة الإجمالي ده. جه إزاي؟ هامش المساهمة الإجمالي أهو. الهامش الإجمالي بيساوي إيراد المبيعات ناقص تكاليف متغيرة إجمالية. لما أقول إجمالي يبقى أنا يا عمر عايز الرقم الكبير. لما اقول بالوحده يبقى انا عايز الرقم الصغير، الواحده ب5 الواحده ب3 الكلام ده كله. طيب بالنسبه لايراد المبيعات، ايراد المبيعات ده بيجي ازاي؟ بنمسك عدد الوحدات المباعه ونضربها في مين؟ ونضربها في سعر البيع. بيروحوا يدوني مين؟ يدوني ايراد المبيعات. رحت جاي عاملها جدول كده كده كده. ليه بقى؟ لان وارد يجيب لي في مساله ان سعر البيع مش موجود، وارد يجيب لي عدد وحدات مش موجود. اللي عايزها اخبيها يظهر لك القانون بتاعها. يبقى لو مساله ما فيهاش سعر البيع اعمل ايه؟ يبقى سعر البيع بيساوي ايراد المبيعات على عدد الوحدات يديني سعر البيع. طب ما قاليش عدد الوحدات وبيديني السعر، ايراد المبيعات على سعر البيع هيديني عدد الوحدات. يبقى دي كده معاك ودي كده معاك. يبقى المثلث ده في جوه منه 3 قوانين. في مشكله في اول مثلث هناك ده. طيب عايزين نعمل زيه للتكاليف المتغيرة. التكاليف المتغيرة 200,000 جنيه لما كان الإنتاج 10,000 وحدة. تعرف تحسب لنا كده التكاليف المتغيرة هتطلع بكام؟ مش إحنا بنمسك عدد الوحدات واضربها في تكلفة متغيرة للوحدة، فتروح جاية مدياني تكلفة متغيرة إجمالي. يبقى ادي المثلث بتاعها هي كمان. ده بيجيب لي إيه؟ ده بيجيب لي التكاليف المتغيرة الإجمالية والوحدة وعدد الوحدات. يبقى تاني، يبقى لو أنا عايز أعرف عدد الوحدات، ممكن عدد الوحدات يجي إزاي؟ إيراد المبيعات على سعر البيع أو تكاليف متغيرة إجمالي على تكلفة متغيرة للوحدة. وده أصعب حاجة بتجيلك اللي هي عدد الوحدات يكون مش موجود، فدينا خدنا التركات بتاعتها. يبقى أصعب حاجة إن أنت ما تعرفش عدد الوحدات كام، أنت تبقى عطلان عليه. يبقى عدد الوحدات هيديك الفلوس وهيديك الإجمالي، الفلوس الكبيرة والفلوس الصغيرة. تقسم الإجمالي على الفلوس الصغيرة هيقول لك إن أنا بايع كام وحدة. يبقى أنا دلوقتي محقق إيراد 250,000 جنيه وهم كانوا كام وحدة؟ 10. لا مش قايل لي بقى، بيقول لي الواحدة بتتباع مثلا ب 25 جنيه، فأنا عايز أعرف هم كانوا كام وحدة. يبقى 250,000 جنيه على ال 25 جنيه. يبقى ده كده بالإجمالي أهو. يبقى كده الكلام ده بالإجمالي. لو أنا عايز أجيبها بالوحدة يبقى بالوحدة هتساوي إيه؟ هقسم ال 250,000 أهي. يبقى ال 250,000 جنيه هتتقسم على ال 10,000 وحدة. عرفت إن الوحدة بكام؟ يبقى كده الوحدة سعر بيع الوحدة طلع ب 25 جنيه. طب بالنسبة للوحدة المتغيرة نفس الكلام، ال 200,000 جنيه على ال 10,000 وحدة هتطلع الوحدة ب 20 جنيه. يبقى كده الوحدة المتغيرة ب 20 جنيه. تعرف بقى تطلع هامش المساهمة للوحدة؟ ليه كام طريقة؟ ليه طريقتين. أنا هقول لك واحدة، يعني ممكن تفكروا قولوا كده عايزين نعرف الوحدة بكام؟ هتجابز قالت هنطرح، مش دي كده طريقة. في طريقة تانية ممكن 50,000 جنيه على ال 10,000 وحدة وهتطلع برضه ب 5 جنيه. يبقى ما تحجمش نفسك على حاجة واحدة. يبقى كده لو هنتكلم على الرقم ده، الرقم ده اللي هو ال 5 جنيه. مالها ال 5 جنيه؟ اسمها هامش المساهمة للوحدة. هامش المساهمة للوحدة. دي كام طريقة؟ دي طريقتين. يا إما نروح ونقول سعر البيع ال 25 جنيه ناقص التكلفة المتغيرة للوحدة. يبقى أنا كده وصلت لهامش المساهمة بتاع الوحدة اللي هو مكسبك في الوحدة كام؟ ربحك في الوحدة كام؟ يعني من الآخر كده السعر اللي أنا ببيع بيه ده لازم يغطي التكلفة المتغيرة، عشان كده لازم يكون أكبر. يبقى لما بقول لك هنبيعها بكام تقول لي تبيعها بسعر أعلى. ليه بتبيعها بسعر أعلى؟ عشان أغطي تكلفتي المتغيرة وبعد كده أفكر إن أغطي تكلفتي الثابتة. يبقى بنغطي التكلفة المتغيرة وبنغطي التكلفة الثابتة.
يبقى سعر البيع بشيل منه التكلفه المتغيره ويتبقى فلوس. لو اتبقى يبقى هو ده مكسبك. يبقى هامش المساهمه للوحده، كل واحده بتكسبك كام؟ هتطرح سعر البيع ناقص التكاليف المتغيره، عرفت ان كل واحده بتكسبك كام؟ بتكسبك 5 جنيه. في مشكله في الكلمتين دول؟ طيب هنروح بقى لهامش المساهمه بالوحده. ممكن يجي بطريقه ثانيه، ان عن طريق هامش المساهمه الاجمالي، ونعمل له مثلث هو كمان، اللي هو ايه بقى؟ ان المساهمه الاجمالي لو انا قسمته على عدد الوحدات هيديني مساهمه الوحده. ولو مش فاهم افهمك، مش هم 10000 وحده يا جماعه؟ والواحده ب5 جنيه، يبقى انا بكسب كام في كله؟ بكسب 50000 جنيه لو بعت 10000 وحده. يبقى ده كده اسمه هامش المساهمه الاجمالي. واصله ولا مش واصله؟ في مشكله في الكلمتين دول؟ طيب هيجي لك بقى سؤال تاني خالص ويسالك على حاجه اسمها نسبه هامش المساهمه. هسالك على النسبه. النسبه يعني ايه النسبه؟ يعني دلوقتي السعر ب 25 جنيه، التكلفه المتغيره عامله 20 جنيه، الهامش المساهمه 5 جنيه. هنا دايما النسبه بتاعت الايراد بتبقى هي ال 100%، ودي الاساس. دايما الاساس بيبدا ب 100%، فبشيل منها جزء ويتبقى لي انا جزء، بشيل منها نسبه ويتبقى لي انا نسبه. اهم حاجه ان مجموع الاثنين دول يدي 100%. بص كده، مش ده السعر ب 25، سحبت 20 اتبقى 5، يبقى بص كده مجموع اللي انا ماسكهم بايديا دول كام؟ اهو 25 اللي هم لازم يساووا دول. يبقى كده انا وصلت النقطه ان هامش المساهمه الاجمالي لو اتجمع على المتغيره هيديك سعر البيع، صح كده؟ هامش المساهمه بتاع الوحده لو اتجمع على تكلفه متغيره للوحده هيديك سعر البيع. يبقى ده قانون، اكتبه بسرعه لحسن انساه. يبقى انا هنا وصلت من دي اشتقيت منها قانون ان انا ممكن اجيب سعر البيع. ممكن تجيب سعر البيع ازاي؟ لو انا معايا هامش الوحده وجمعته جدع يا رب على تكلفه متغيره بتاعت الوحده هيديك ال 25 جنيه. مش هي الوحده يا جماعه بكسب فيها 5 جنيه ومكلفها 20 جنيه؟ يبقى كده بكسب فيها 5 ومتغيره 20، يبقى سعر البيع ب 25. فخلي بالك ان هي كلها لفه حوالين بعضيها، هما الثلاث سطور دول بيجيبوا بعض. خلاص كده؟ يبقى خلي بالك ان 25 ناقص 20 يدي كام؟ طب 5 زائد ال 20 يدوا كام؟ يدوا 25. عايزين بقى نجيب النسبه. لو عايز نسبه التكاليف المتغيره ولو عايز نسبه هامش المساهمه. لو عايز نسبة أي حاجة بالوحدة اقسمها على سعر البيع. لو عايز نسبة أي حاجة بالوحدة هقسمها على سعر البيع. يعني إيه هقسمها على سعر البيع؟ يعني أنا دلوقتي عايز أجيب النسبة بتاعة التكلفة المتغيرة للوحدة. أنا دلوقتي عايز أجيب النسبة بتاعة هامش مساهمة الوحدة. لو عايز نسبة التكلفة المتغيرة يبقى روح وهات التكلفة المتغيرة بتاعة الوحدة واقسمها على سعر البيع. طب ولو عايز تجيب نسبة هامش مساهمة الوحدة، والله روح هات هامش المساهمة بتاع الوحدة واقسمها على سعر البيع وابقى اضربها في 100 عشان تطلع لك نسبة مئوية. اضربها في 100 علشان تطلع لي في النهاية نسبة مئوية. يبقى تاني كده من الأول. صلى على النبي كده، ركز معايا. أنا دلوقتي جبت بكسب في الوحدة تكلفة الوحدة 20 جنيه صح؟ يا ترى ال 20 جنيه دي نسبتها كام في المية من البيعة اللي أنا بعتها؟ فهقسم ال 20 جنيه على ال 25 طلعت ب 80%. يبقى كده التكلفة بكلف الشغل 80%، يبقى أنا بكسب قد إيه؟ بكسب 20. يبقى خلي بالك دي أهم نقطة. يبقى أنا هنا دلوقتي لو أنا رحت وقسمت ال 20 يا جماعة على ال 25 ولا حتى قسمت ال 200 على ال 250، ما هو أنت تشتغل بالوحدات، بالوحدة على الوحدة والإجمالي على الإجمالي. الوحدة تتقسم على واحدة زيها والإجمالي يتقسم على إجمالي زيه. ما هو أصل ديت بالرقم الكبير ودي بالرقم الصغير فالاتنين واحد. يبقى ديت نسبة من دي، مش دي 25 ودي 20، يبقى نسبة منها. يبقى مين الكبيرة؟ 25 ومين الصغيرة؟ 20. يا ترى ال 20 قد إيه من ال 25؟ ما هي نسبة التكاليف المتغيرة من نسبة سعر البيع. يبقى دوت كده يا جماعة أهو سعر البيع أهو، ده كده سعر البيع بكام؟ ب 25 جنيه. طب جوه منه 20، ال 20 دي حتة كده تكلفة متغيرة والحتة دي ب5، يبقى ده الربح. يا ترى النسبة
بتاعت دي قد ايه؟ فبقول له 80%، والحته الصغيره الربح دي قد ايه؟ 20%. اهم حاجه مجموع الاثنين يدي ايه؟ 100%. والله بكلفها 20 وبكسب 5، عشان كده ببيعها ب 25. ينفع دي 20 ودي 2؟ ما ينفعش. 20 و5 يبقى الاجمالي كام؟ 25. انت بقى وصلت ازاي للنسبه 80%؟ وصلت ازاي للنسبة 20%؟ بروح واجيب التكلفة المتغيرة على سعر البيع واضربها في 100، راحت طالعة لي دي ب 80%. يبقى الربح 20. مش محتاجة تجيبي دي، مش محتاج تجيب دي. يبقى ديت ليها طريقتين، ممكن اقول ايه؟ 100% ناقص 80%، يبقى دي اجباري عاملة كام؟ عاملة 20%. المشكلة في الكلمتين دول. هو السؤال بقى هنا الذكي، 20% من ايه؟ 20% من ايه؟ والسؤال هنا 80% من ايه؟ ها رد عليا. من ايه؟ جدع، من سعر البيع. من سعر البيع. يعني هنا في تريكايه في الامتحان. ممكن يديني سعر البيع ويقول لي ب 25 جنيه، وكانت التكاليف المتغيره يا محمود 25%. اروح انا كده افهم ايه؟ 25% او 80% من 25 جنيه بقى معايا التكلفه المتغيره. يبقى كده ديت ال 80% لو ضربت ال 80% في سعر البيع، يا لهوي هتديني تكلفه متغيره للوحده 20 اللي هي ال 20 جنيه. يبقى كده انت لازم دي تشربها كده وتبقى فاهم ان هي كلها موديه على بعضيها، وان الواحده ب 20، الواحده بتتباع ب 25، صرفت عليها 20 يبقى كسبان 5. طب صرفت عليها 20 وكسبان 5 يبقى مجموعهم 25. هنقعد نلف وندور حوالين بعض، هي هتوصلك لنفس الحاجه. في مشكله في اللي بيتقال؟ طيب يبقى هنا كده 80% ديت وصلتني ل 20 جنيه، 20% من سعر البيع وصلتني برضو لهامش المساهمه بتاع الواحده. مشكله في اللي بيتقال ده؟ طيب يبقى احنا كده نقدر برضو ناخدها كده مثلث هنا دوت كده. ايه ده سعر البيع. بص ممكن برضو ايه، اكيد يعني بتعرف تعمل مثلث، ولو ما تعرفش انا هعلمك، ولو انت عارفها يا عم اعتبرها حاجه تفهم. اللي فوق دوت يبقى هو اللي في راس المثلث من فوق، خلاص. اللي في البسط ده يبقى هو اللي على المثلث من فوق، واللي بره واللي تحت يبقى هما اللي تحت كده في المثلث. يبقى انا ممكن اعمل بدون مثلث كده اهو. تحت ايه او فوق ايه؟ هامش مساهمه الوحده. هامش المساهمه بتاع الوحده عباره عن ايه؟ اهو النسبه المئويه وسعر البيع. خلي بالك ان النسبه بتساوي الهامش على سعر البيع، وخلي بالك ان الهامش بيساوي النسبه بسعر البيع، وسعر البيع الهامش على النسبه. دي تريكات صعبه انت مش تحتاج لها في كل الافكار، يعني مش كل الافكار بتيجي صعبه، بس هي معاك عشان لو عطلت يعني. خلاص كده تقريبا اتقالت كل حاجه. فاضل بس ان احنا نحط هنا تكاليف ثابته بكام مثلا، برقم. لو انا عايز احقق تعادل اكتب كام؟ اكتب 50,000 جنيه. يبقى انا كده لو انا عايز احقق التعادل هكتب 50,000 جنيه، فاحقق صافي ربح 0. النقطة ديت كده انا اتأكدت ان انا الشركة بتاعتي محققة صافي ربح 0. في مشكلة في الكلمتين دول. بص بقى من هنا ان ال 200,000 جنيه طبعا احنا قلنا، مش عارف قلنا ولا لا، ما قلناش. ال 200,000 جنيه زائد ال 50,000 جنيه يدوني ايراد المبيعات برضه، يوصلوني لايراد المبيعات دي عشان تبقى نقطة انت عارفها. بص كده هكتب لك هنا حاجة صغيرة وهمسحها تاني. لو بقول لك ايراد المبيعات 400,000 جنيه، ايراد المبيعات كام؟ 400,000 جنيه، والتكاليف المتغيرة مش عارفها بكام، بس في هنا هامش ربح اتبقى لي 200,000 جنيه. يبقى دي بكام؟ ب 200. طب لو اتبقى لي 100 يبقى دي كانت كام؟ يبقى دي كانت 300. والتكاليف الثابته مش عارفها بكام، بس هو قال لك معلومه ان دي ايراد مبيعات التعادل. يعني يبقى بايه؟ ب 100. يبقى كده انا اتاكدت ان ده ب0،
فيبقى ديت كمان بالايه؟ ديت كمان بال100. خلاص؟ ودي تعتبر اصعب تركايه ممكن تجي لك يعني، بس دي من عندي وموجوده في مساله حاجه شبهها اسهل منها. بس انت اهم حاجه تبقى عارف ان التكاليف المتغيره زائد هامش المساهمه الاثنين بيساوي ايراد المبيعات، فدول بيلفوا حوالين بعض. نقطه كمان لازم تكون عارف ان هامش المساهمه بقى، بص، دائما بيساوي التكاليف الثابته، بس بروزها جدع 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 في حاله التعادل. خلاص؟ الراجل ده اسمك ايه؟ محمد ولا ايه؟ ايوه انت. طارق. النادي اللي جنبك ده طارق. بطل. عامل ايه؟ فوق. اسمك ايه؟ اديني اسم. احمد؟ ماشي، عشان اقعد انادي عليك كده وازود. صحصح معايا يا احمد. بس صوتي بينيم. في ناس كتير بتنام، بس صوتي بينيم. انا همسح ده وده. اسألي. يعني مثلا لو دي تكاليف متغيرة إجمالية وثابتة إجمالية وإيراد المبيعات وعايز قيمة التعادل. أيوه عايز قيمة التعادل. هقول لك. دي متغيرة وثابتة في حالة التعادل؟ لا ما قالش حالة التعادل، ادى الأرقام كده وبعد كده قال قيمة التعادل. عايز قيمة التعادل يعني. ماشي، هقولها لك لما نقول للناس قانون التعادل عشان تبقى انت بس اللي فاهمها يعني. هقولها لك. يعني الناس دي هتعرفهم يعني ايه قانون التعادل بس الأول وبعد كده نشرحها لك. ده كله كده احنا فهمنا بس نسبة هامش المساهمة بتيجي ازاي وهامش المساهمة بيجي ازاي. قبل ما نتكلم اهو، أهم رقم عندي هو هامش المساهمة. ال 80,000 جنيه، ال 80% كانت المساهمة بكام؟ مساهم ب 20 ومتغيرة اهو. كل اللي حوالينا ده فيه مشكلة؟ فاهمين اللي بيتقال ده؟ فاهمين؟ رجالة كلكم فاهمين؟ طيب هندخل على جزئيه جديده وهي نقطه التعادل بقى. نحسبها ازاي؟ الراجل ده يحسب التعادل ازاي قبل ما يشتغل وقبل ما يصرف وقبل ما يعمل اي حاجه. لو عايزين نحسب كميه مبيعات التعادل، يعني ايه كميه مبيعات التعادل؟ يعني الراجل دلوقتي ده لو اشتغل وبقى ال 10,000 وصل لحد كام؟ وصل لحد صفر. فالراجل ده عايز يحسبها من قبلها، من قبل ما يشتغل، علشان خاطر يبقى عارف كل حاجه، بدل ما الراجل يوصل لنقطه الصفر ويقول ايه يا ريتني بعت اكتر، لا يبقى هو عارف حاطط لنفسه تارجت. عارف الشركات اللي حاطه لنفسها تارجت يقول لك التارجت ده لازم نحققه. هم مش بيبقوا عايزين يحققوا التارجت ده رخامه مثلا من المدير، هو التارجت ده حاجه رخمه بس هو مش رخامه منه برضه يعني، هو راجل غصب عنه. هو بيقول لك المبيعات يا جماعه ما ينفعش نبيع اقل مثلا من 10,000، فانت في خيالك ان 10,000 ده رقم كبير جدا. لا، ما هو الرقم 10,000 ده كبير بس هيخليني اكسب كام؟ هيخليني اكسب صفر، فانا لازم اعدي ال 10,000 دي. فيبقى عندي قانون بيحسب كميه مبيعات التعادل من قبل ما نشتغل، بس القانون ده بيحتاج يكون معايا التكاليف الثابته وبيحتاج يكون معايا هامش المساهمه بتاع الوحده. هو انا طبعا عارف هامش مساهمه الوحده بيجي ازاي، اللي هو رقم كام في الليله دي كلها؟ هامش مساهمه الوحده 5 جنيه، اللي هو بكسب الوحده 5 جنيه. التكاليف الثابته بكام في الليله دي كلها؟ 50,000 جنيه. يبقى لو انا جيت وقسمت ال 50,000 جنيه على 5 جنيه للوحده هيطلع لي ب 10,000 وحده. ايه ده؟ ده من قبل ما الشغل يشتغل. انا بقول لك هتتعادل عند كام؟ عند 10,000. ولو مش مصدق روح 10,000 ب 250 تكاليفهم 200 هيجيبوا لك 50 والثابت 50 هتكسب. يبقى دي اسمها 10,000 كميه التعادل. يعني ايه كميه التعادل؟ الرقم ده لو بعته انت ولا كسبان ولا خسران في التعادل في النص. واصله ولا مش واصله؟ طيب لو عايزها بالفلوس يعني يعملوا لهم كام دول؟ اللي هم ال 10,000 جنيه دول يعملوا لهم كام فلوس؟ هبيع بكام يا بطل؟ اخر واحد يلا.
10000 وحده، الوحده بتتباع بكام يا ريس؟ الوحده بتتباع، يبقى انا لو بعتهم هلم كام؟ هلم 250. طيب يا سيدي، يبقى ديت في حاجه اسمها قيمه المبيعات، بس مش اي مبيعات، قيمه مبيعات التعادل. مالها قيمه مبيعات التعادل؟ ليها طريقتين تيجي بيهم. لا اما حضرتك تقول كميه مبيعات التعادل وامسكها واضربها في سعر البيع، يا اما حضرتك تقول التكاليف الثابته هقسمها على نسبه هامش المساهمه. تعال نطبق. هو كميه المبيعات التعادل كم وحده؟ والوحده بتتباع بكام؟ يبقوا عاملين كام فلوس؟ ممكن تيجي بطريقه ثانيه. تكاليفك الثابته كام؟ ونسبه هامش المساهمه لوحده كام؟ هتقسمهم على بعض ال 50000 على نسبة هامش المساهمة، فهتطلع ب 250000 جنيه. مش بختار الأسهل، بشوف الإمكانيات تقدر تشغلني بإيه، أنا أبقى حافظ القانونين علشان أعرف أشتغل. حد عنده مشكلة في الكلمتين دول؟ دول كده أساسي، ده كده نص امتحان الميد ترم على الليلة اللي قدامك دي كلها. طيب سؤال لحضرتك، إذا علمت أن كمية المبيعات المخططة، ما هو احنا بنخطط للمستقبل، هي 40000 وحدة. يعني أنا نفسي في خيالي أكسب 40 أنا في خيالي هبيع 40000 وحدة. فبسألك سؤال، هو أنا كده مأمن نفسي ولا أنا كده خسران ولا أنا كده كسبان؟ أمان ولا خطر؟ حد شايفنا في خطر يا جماعة؟ كله ده أمان صح؟ طيب امان ليه؟ علشان عديت الايه؟ طالما عديت ال 10000 يبقى انت فين كده؟ يبقى انت في الامان. فيجي يقول لك طب انت مأمن نفسك بقد ايه؟ اقول له والله هو الامان لوحده ب 10 وانا بايع ب 40، يبقى انا عديت الامان ومعايا كام؟ معايا 30. يبقى بص كده، هو يعتبر كده، هو الراجل باع 40 صح؟ صافي الربح بتاعه 40 ولا 30؟ ليه؟ اصل ال 10 دي هتعمل ايه؟ ال 10 دي هتغطي المتغير وتغطي الثابت وتغطي القصه بتاعته، وهيبدا يكسب من اول التعادل ولا من بعد التعادل؟ يبقى في حاجه اسمها كميه هامش الامان، كميه مبيعات الامان او كميه هامش الامان. خلاص بالكميه، كميه مبيعات الامان او هامش الامان انت عارف اللي هم ال 30000 صح؟ اكتب القانون 40 ناقص 10، ال 40 اللي هي المبيعات المخططه اطرح منها مبيعات اسمها الايه؟ التعادل. يعني ال 40 ناقص ال 10 يدوني ال 30، وال 40 دي جت منين؟ هو هيجي يقول لي عليها في المساله. خلاص اكيد حد بيسال جت منين؟ هي هيقول لي في المساله المبيعات المخططه. خلاص؟ في اي مشكله؟ طب يا ترى التعادل ده يسوى كام فلوس؟ يا عم خلاص بقى اي حاجه اقول لك بكام ما تضربها في سعر البيع. يعني انا دول عاملين كام؟ اضرب في سعر البيع. يبقى قيمه اي حاجه دي في سعر البيع بتاعها. يبقى كميه مبيعات الامان ممكن اجيب قيمه مبيعات الامان عباره عن ايه؟ عباره عن المبيعات وهامش الامان، بس هضربها في سعر البيع. يعني هروح واجيب ال 30 25 750,000 جنيه. يبقى انا مأمن نفسي ومعايا كمان كام؟ معايا 750,000 جنيه. في مشكله في الكلمتين دول؟ طيب لو احنا حبينا نجيب نسبه، احنا طبعا قايلين القوانين كلها هناك اهي، بس خلصوا الكلمتين دول صعبين عليك؟ يجي لك بقى الراجل صاحب الشركه، انت طبعا المحاسب الاداري، يقول لك بقول لك ايه؟ انا عايز اعرف ابيع كام واحده علشان اكسب مثلا 150,000 جنيه. اقول له عايز تكسب 150,000 جنيه؟ هو السؤال هنا لحضرتك، الراجل ده عايز يحقق تعادل ولا عايز يحقق مكسب ولا عايز يحقق التعادل ومكسب؟ بيقول لك ده هو بيقول لك انا عايز اعرف ابيع كام واحده علشان اكسب 150,000 جنيه. يبقى الراجل ده كده الطموح عاليه عنده، طموحه زادت قوي، اللي هو مش عايز يحقق التعادل. يعني كل الناس يقول لك هو انا ابيع كام واحده عشان اتعادل؟ 10,000؟ طب يا رب ابيع 10,100. ده الراجل مش جايب كده، الراجل اللي جاي يقول لك انا عايز اكسب 150,000 جنيه، يعني ده مش عايز يتعادل بس. هنا السؤال لحضرتك، الراجل ده عايز يتعادل ولا عايز يغطي التكاليف الثابته ولا عايز يغطي الثابته ويحقق ربح؟ عايز يعمل كام حاجه؟ عايز يغطي الثابته، كل ده من الايه؟ من ال 5 جنيه الغلبانه. مش هي ال 5 جنيه اللي بتعمل كل ده؟ ال 5 جنيه اللي هي ربح الواحده،
عايزها تغطي له التكاليف الثابته، وهي لو ما ال 5 جنيه كانت بتغطي التكاليف الثابته بس كنت ببيع كام واحده؟ هو دلوقتي مش عايز يغطي التكاليف الثابته، ده عايز ربح مستهدف. يبقى لو اداك ربح مستهدف تعمل ايه؟ اجمعه على الثابته. لو اداني ربح مستهدف اجمعه على الثابته. يبقى راح قال لي اوجد كميه مبيعات التي تحقق، معلش تعادل بقى، تعادل ده بتاع اسم الغلابه. مبيعات التي تحقق ربح 150,000 جنيه. لا هو هيغلي على الناس، يفتري على الخلق، يعني عايزها ب 5 جنيه. يزود عدد الوحدات اللي هيزود بقى، بيقول لك ازود كام بقى؟ يعني عايز يعرف الرقم ده كام، فانا هقول له الرقم ده كام؟ تعال، هو انت الطموح بتاعك ايه؟ ان انت تغطي التكاليف الثابته بس ولا الثابته والربح بتاعها يا حاج احمد؟ معايا؟ عايز يغطي الثابته زائد ربح مستهدف. كل ده من الايه؟ من 5 جنيه الغلبانه اللي هي ايه؟ اللي هي هامش المساهمه بتاع الواحده. يبقى التكاليف الثابته كانت ب 50,000 جنيه وربح المستهدف عايز 150,000 جنيه. يبقى الاجمالي 200,000 جنيه. 40,000 واحده؟ ايوه على 5. يعني دي على 5 ب 40,000. ده رقم صدفه رخم قوي. ماشي يا جماعه، دي صدفه ربانيه. هنخلي ديت 250,000. الراجل عايز يكسب 250,000 جنيه اهو. حلوين، ربع مليون جنيه في الزمن ده مش هيجيبوا له حتى عربيه. يبقى 60,000. 60,000 واحده. طب 250. نعيد السؤال بقى. اوجد كميه المبيعات التي تحقق ربح 250,000 جنيه. يعني هو الراجل عايز يكسب كام دلوقتي؟ ويتعادل. عايز يكسب 250 ويتعادل، يبقى عايز يعمل الاثنين. كل ده من ايه؟ من 5 جنيه. تعالي 5 جنيه طلعت بكام؟ 60,000 واحده. لازم يبيع علشان يكسب الرقم ده. في مشكله في الكلمتين دول، لان الرقم ده هو اللي هيغطي تكاليفهم المتغيره وهيغطي تكاليفهم الثابته وهيكسبوا 250. ولو انت عايز تجرب جرب. 60,000 واحده، الواحده ب 20 جنيه. 60,000 واحده في 25 جنيه، هتطرحهم من بعض وهتروح منهم ال 50 الثابت هيطلعوا 300، بتطرح ال 50 الثابت هيطلع 250. بس هي مش مطلوبه مننا احنا نجيبها. انا في تريكايه بس عمال اقولها مش عارف اعبر عنها خالص غير في مساله يعني، بس اللي هو عايز اوصلك لنقطه تقريبا قلتها، ان ايراد مبيعات التعادل، ايراد مبيعات التعادل لما بطرح منه المتغيره، يعني ال 250 لما اطرح منها ال 200، لما اطرح منها ال 200 يدوني الايه؟ الهامش. طيب بالمره بقى، واما اطرح كمان الثابته بالمره ب 50 يروح جاي مديني الايه؟ الصافي دايما ايه؟ اهي. بس خلاص الحمد لله جت اهي. ان المتغيره والثابته بيساوي ايراد المبيعات في حاله التعادل. تكاليفك المتغيره وتكاليفك الثابته بيساوي ايراد المبيعات في حاله التعادل. وان ايراد المبيعات ناقص الثابته، يا سلام، هي دي يديني التكاليف المتغيره اجماليه. يبقى تاني اهي، عشان دي اهم معلومه، وسبحان الله بص قايلها في اسوأ حته. خلاص؟ عشان تزيد اهميه، عشان تتعب لها. ايراد المبيعات، نسيتها بسبب تفاهتي. ايراد المبيعات ناقص التكاليف الثابته، الحمد لله، يديني التكاليف المتغيره الإجمالية، الله يبارك لك. بس بشرط حالة التعادل، يعني دي هحتاج لها في نقطة